سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس جنوب السودان. وفد إريتريا يزور القاعدة الجوية في أوروميا الإثيوبية. التعريف بأبحاث مشتل كلية حمل المال الزراعية. غارات إسرائيلية عنيفة تهز دمشق وتقتل مدنيين. الفلبين تسمح للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية. وناسا تعلن أسماء رواد مهمة أرتميس 2 المتوجهة إلى القمر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وفد إريتريا رفيع المستوى الذي ضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبرآب. التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت وسلم رسالة من الرئيس ياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في جنوب السودان والقضايا الإقليمية. وقال الرئيس سلفا كير إن العلاقات الإريتريا الجنوب السودانية المقامة منذ فترة طويلة مبنية على النضال المشترك من أجل الاستقلال، مثمنا رسالة الرئيس سياس أفورقي وصداقته المستمرة مع شعب جنوب السودان والقضايا المشتركة. وقدم شرحا لوفد إريتريا حول تطورات المرحلة الانتقالية في جنوب السودان وأمانيه وتحديات السلام، شاكرا جهد إريتريا الكبير لإحلال السلام والمصالحة بين الجنوب السودانيين. وأشار الرئيس سلفا كير ميارديت إلى أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية، وأشاد بتجديد إريتريا عضويتها التي كانت مجمدة في منظمة الإيجاد، معربا عن ثقته لمساهمة ذلك في مزيد من فعالية التعاون الإقليمي. حضر اللقاء سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخل ميكائيل. قام وفد إريتريا العسكري رفيع المستوى الذي يزور إثيوبيا برئاسة مدير وكالة الأمن الوطني العميد أبرها كاسا، ويضم كبار قادة قوات الدفاع الإريتريا اليوم بزيارة رسمية إلى القاعدة الجوية الرئيسية في إقليم أوروميا. وخلال زيارته لإقليم أوروميا تفقد وفد إريتريا العسكري يرافقه رئيس الإقليم شيميليس عبديس أنشطة التنمية الزراعية والمعالجة الزراعية وأنشطة الأمن الغذائي الأخرى والبنية التحتية التعليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية في مدينة أداما. وقدم له شرحا مفصلا حول أعمال تطويرها وجعلها مركزا صناعيا. وقدم السيد شيميليس هدايا تذكارية عن تراث شعب الأرامو لأعضاء الوفد الإريتري، تعبيرا عن الصداقة الوثيقة بين إريتريا وإثيوبيا. وفي فترة ما بعد الظهر زار الوفد الإريتري للقاعدة الجوية الرئيسية الإثيوبية في منطقة بوشوفتوم. وقدم قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداسا شرحا لوفد إريتريا العسكري أثناء التجول في أعصام القاعدة الجوية. وقام وفد إريتريا العسكري يوم 2 و3 من إبريل بزيارة إلى سد النهضة ومعهد الذكاء الاصطناعي والمكتب المركزي لوكالة الأمن السيبراني لشبكة المعلومات الإثيوبية والمكتب المركزي للشرطة الفيدرالية ومتحف العلوم وحدائق الوحدة والصداقة ومكتبة أبرهوت. يضم وفد إريتريا العسكري رفيع المستوى الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إثيوبيا من 1 من أبريل بدعوة من وزارة الدفاع الإثيوبية، يضم كل من اللواء رمضان عثمان أولياي والعميد إيوب السهية حاليباي والعميد حدش إفريم والعميد ميكائيل هنس وضباط آخرين. قدمت كلية حمل المال الزراعية تنويرا للمزارعين في المديرية وخبراء الزراعة حول الأبحاث التي قامت بها عن أساليب حفظ وزراعة البطاطس. وأوضح عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ رأيه في التنوير الذي قدم يوم 31 من مارس المنصرم أن الكلية تهدف إلى جانب العملية التعليمية القيام بالأبحاث الزراعية وتعريف نتائجها للمزارعين وتنظيم الدورات التدريبية.
وقال إن الأبحاث التي أجريت على البطاطس هي مواصلة للدعم الزراعي والأعمال البحثية الجارية لرفع إنتاجية المزارعين. من جانبه أوضح مسؤول قسم الخضروات والفواكه الدكتور برهان خيار أن الأبحاث التي أجريت في بذور البطاطس تساعد الإنتاج وافر، وتشمل اختيار وقت الزراعة وتباعد المسافات بين البذور وإعداد مخزن آمن. وقال إن اللقاءات التي تجري مع المزارعين لها نفس الفوائد بالنسبة للمزارعين والكلية، ويوجد برنامج لإعداد بذور تستخدم على مستوى البلاد. وعرب الطلاب المشاركين في الأعمال البحثية عن الارتياح للمساهمة في التعريف بالبذور وطريقة تخزينها. وشكر المزارعون مساهمات كلية الزراعة لتطوير أنشطتهم الزراعية. تجدر الإشارة إلى أن كلية الزراعة في حملمال قد خرجت أكثر من 5500 طالب بدرجتي البكالوريوس والدبلوم. يقوم مشروع قرصة الزراعي بجهود حثيثة لرفع الإنتاج في تربية الحيوانات والزراعة المطرية والمروية. وأوضح مدير المشروع السيد الدين تسوى ميكائيل توسع زراعة أشجار الفواكه الكبيرة وتطوير زراعة الخضروات وتربية الحيوانات. وذكر وجود مهنيين متخرجين من الكليات والمدارس الفنية والمهنية يسهمون كثيرا في التنمية الزراعية. وأشار إلى أن العمل العضلي يقوم به سكان ضاحيتي قرصة وأكلالات، ومساهمة المشروع في تحسين حياتهم المعيشية يفتح فرص العمل لهم. ويعتبر مشروع قرصة الزراعي جزء من مشاريع المنطقة الزراعية الجنوبية الغربية في إقليم القشبركة، وينشط في تنمية الفواكه لوفرة المياه. نظمت قيادة الجيش الشعبي الوطني دورة تدريبية ل40 من أعضاء هيئة التعبئة والتوجيه، بينهم 9 عضوات. وأوضح مسؤول الإعلام والتوثيق في قادة الجيش الشعبي السيد تخلوم سلمون في مراسم التخريج التي جرت في 31 من مارس في مدينة كرن، أوضح أن التدريب تضمن إدارة وتنظيم البرنامج وتوثيق الصور الثابتة والمتحركة والصحافة وكتابة الدراما وأنظمة الصوت والأدب والتعريف بلوائح وتعليمات وزارة الدفاع بشأن الأنشطة الرياضية. وأوضح ممثل المتدربين بأن الدراسة المقدمة تدعم خبراتهم وتجاربهم، مؤكدين على تطبيقها لمزيد من التطور. ودعا قائد الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو في المناسبة المتدربين المساهمة الفاعلة لكتابة وتوثيق تاريخ وبطولات الشعب الإريتري. وقدمت في الختام الشهادات والجوائز على المتخرجين. يقوم سكان ضاحيتي عد حوشا ودعر قولوس في مديرية قال نفحي ببناء مدرجات زراعية منذ شهر مارس. وأوضح مدير المديرية السيد محاري يوحنس أن نفير السكان يهدف مكافحة انجراف التربة ورفع الإنتاج الزراعي، داعيا جميع القرى لتسيير أنشطة النفير مماثلة قبل حلول موسم الأمطار. وذكر مدراء ضاحيتي عد حوشا ودعر قولوس أن البرنامج ينفذ بموجب تعليمات وزارة الزراعة. وأفاد عضو مكتب الزراعة في عد حوشا السيد مانيل والدو أن العمل الجاري اليومين في الأسبوع له دور كبير لحماية التربة وحفظ المياه. وأكد السكان على الجاهزية لمواصلة العمل حتى الإنجاز وتقديم المتطلبات. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبركة سيمينارات تنويرية صحية للممرضين وخبراء الولادة العاملين في المؤسسات الصحية في 16 مديرية في الفترة من 26 من مارس وحتى 2 من أبريل. وتمثل ذلك حول أضرار ختان الذكور التي تجري بالوسائل التقليدية.
وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور حيلوم كيداني في التوضيح الذي قدمه خلال فعاليات اختتام السيمينارات يوم 2 أبريل في مستشفى بارنتو المرجعي، أوضح عدم انتفاء ختان الذكور بالوسائل التقليدية الشعبية رغم ازدياده في المؤسسات الصحية، وقال إنه يجب تقوية التوعية للحد من الظاهرة. وأوضح المشاركون أن التنوير رفع من فهمهم ويسهم لتقليل المصاعب التي تواجه العمل. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لنتابع الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل مدنيان سوريان في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت العاصمة دمشق وجنوب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية السانا، وهو الهجوم الرابع من نوعه في أقل من أسبوع. ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله أن وسائل الدفاع الجوي تصدت لصواريخ وأسقطت معظمها، وأسفر ذلك عن مقتل مدنيين 2 ووقوع بعض الخسائر المادية. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية السانا قد أفادت في وقت سابق عن دوي انفجار في محيط دمشق. ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. أعلنت الحكومة الفلبينية أن بإمكان الولايات المتحدة استخدام 4 قواعد عسكرية إضافية في الفلبين، وحددت مانيلا مواقع القواعد، ومن بينها واحدة تقع بالقرب من بحر جنوب الصين، وأخرى لا تبعد كثيرا عن تايوان. وقال مكتب الاتصالات الرئاسي إن المواقع ال4 تعد مناسبة ويمكن استخدامها لتحقيق ما سماها منافع متبادلة. وفي فبراير الماضي أعلنت الولايات المتحدة والفلبين إبرام اتفاق يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام 4 قواعد إضافية في هذه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، التي تسعى مثل حليفتها القديمة إلى التصدي للصعود العسكري للصين. ويربط البلدين تحالف أمني منذ عقود يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون الدفاعي المعزز الموقع عام 2014، ويسمح للقوات الأمريكية بالوجود في 5 قواعد فلبينية بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها. أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أنه أول امرأة وأول أمريكي من أصل إفريقي يتم اختيارهما ضمن فريق من 4 رواد فضاء، فيما ستكون أول رحلة مأهولة في محيط القمر منذ أكثر من 50 عاما. واختارت الوكالة كريستينا كوك، وهي مهندسة نالت لقب صاحبة أطول رحلة فضاء متواصلة لامرأة، وكانت شاركت في أول 3 رحلات السير في الفضاء لناسا كل أعضائها من النساء. ورواد الفضاء ال3 التابعون لناسا الذين تم اختيارهم للمهمة أرتميس 2 شاركوا في مهمات سابقة على متن محطة الفضاء الدولية. وستمثل المهمة أرتميس 2 أول رحلة مأهولة، لكن ليس أول هبوط على سطح القمر لبرنامج يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر هذا العقد وإنشاء موقع مستدام هناك، مما يوفر نقطة الانطلاق لاستكشاف الإنسان للمريخ. الخبر الأخير في هذه النشرة: قتل شخص وجرح 30 آخرون على الأقل، بينهم 19 إصاباتهم خطرة في فورشن بين لاهاي وأمستردام في جنوب هولندا بسبب خروج قطار الركاب السريع عن سكته بحسب أجهزة الطوارئ.
وأوضح المصدر نفسه قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل المصابون بجروح خطيرة إلى المستشفى، فيما نقل 11 إلى منازل قريبة من مكان الحادث. وخرج القطار عن السكة قرابة بعد ما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية على ما أوضح المصدر نفسه. وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا. نهاية النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وزير الشؤون الخارجية يلتقي رئيس جنوب السودان. وفد إريتريا العسكري يزور القاعدة الجوية في أوروميا الإثيوبية. التعريف بأبحاث مشتى الكلية حمل المال الزراعية. غارات إسرائيلية عنيفة تهز دمشق وتقتل مدنيين. الفلبين تسمح للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية. وناسا تعلن أسماء رواد مهمة أرتيميس 2 المتوجهة للقمر. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.